ودابا مزيان دابا تجي ليام ونعيشو مزيان ونعيشو مزيان. ويا عمري واش راه طري فينا انا ولبنى من غبينا لغبينا. مشات ايام وجات شحال من حاجه تخبات، يا ودي على اللي فات ويا ودي على ذكريات. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا الفيديو اليوم. كما شفتوا معنا راه حنا فرحانين ومجموعين اليوم في المحل ديالنا كاملين. شكرا بزاف على التعاليق ديالكم، شكرا للناس اللي باركت لنا، واخا يعني الناس اللي واخده موقف منا ولكن واخا كنلقاو معانا الصراحه في هذه الاوقات. شكرا لهم بزاف بزاف والله، التعاليق كلها زوينه اللي يخطيكم وصافي. المهم غادي نشارك معكم واحد القناه ديال صديقه ديالي في امريكا، شحال وانا كنتبعها واليوم غادي نشاركها معكم. بالنسبه لي انا فان ديالها كتعجبني بزاف. هي هذه القناه ديالها مغربيه بامريكا، نزهه. تحيه لي كنزها من هذا المنبر هذا، وكنقول لك الله يوفقك والله يسهل عليك ان شاء الله باش ما كتمناي. وحتى هي عنات صراحه، عاودت لي هكا ليستوار ديالها، حتى هي عنات. وحتى واحد في هاد الدنيا ما عندوش مشاكل، راه ضروري تيكونوا مشاكل، واي واحد ناجح كتلقى ضروري داز عليه مشاكل. وتا حنا شنو داز على هذا الراس وشنو داز على هذا الراس وهذا الراس، ولكن تفرض علينا. الحمد لله مازال ما خبشناش في المشاكل ولا الناس تفرضت علينا المشاكل، الحمد لله على كل حال. وملي كنشوفوا شنو هذا المستوى اللي وصلنا له كنقول الحمد لله. يعني مازال ما وصلناش لشي حاجه كبيره، ولكن حنا غاديين مادام يعني كسبنا واحد الثابت في يدينا، وحنا غاديين شويه بشويه. حنا كنشاركوا معكم اي حاجه درناها في حياتنا، والناس اللي كتبعنا شحال هادي كيفاش بديت انا وبابا قليل وداكشي حتى وصلنا لهذا المستوى هذا، الحمد لله على كل حال. بالنسبه للصديقه ديالي نزهه، كنتمنى من كل قلبي انكم تدخلوا تشرفوها في قناتها وتقولوا لها جينا من الطرف ديال يسرا ستيل. تبارك الله عليها، راها غاده بخير، الله مبتدئه، برافو عليها. كتعرف كيفاش دير الفيديوهات وكتعطيكم نصائح، يعني شنو كاين في امريكا، وكتعطيكم نظره شنو كاين تما. وهي والزوج ديالها الله يخلي لها والله يسعدهم في حياتهم. غادي نخلي لكم لاباج ديالها الانستغرام وديال اليوتيوب في صندوق الوصف، وحتى في اول تعليق، يعني لو ليان ديال الفيديو ديالها في اول تعليق، غير كليكيو عليه وغادي تدخلوا في لاشين ديالها نيشان. واللي جا من الطرف ديالي كلها جات من طرف يسرا ستيل. وشكرا لكم بزاف. بغيت نشارك معكم واحد القصه نعاودها لكم خفيفه ظريفه. هذه واحد 4 سنين بحال هكاك، صراحه كانت في قلبي من نهار سقط الاخبار بابا غادي يشري المحل. كانت في قلبي كنقول النهار اللي غادي يشري والنهار اللي غادي ندخلوا ليه وغادي نشوفوا هذا المحل وداكشي غادي نعاودها. تقدر بابا تنوض معايا؟ كنت ديجا عاودتها لك ونسيت. انا والله ما عارفه شنو غتقول. انا غادي معاك بحال العروبي في الشماعي. هذه تحتاج نوضوا عليها. والله واحد القصه شكال والله عجيبه وغريبه. عرفتوا هذه واحد 4 سنين، تكون 4 سنين بحال هكاك ولا 5 سنين. كان بعدا بابا وماما ديما في المشاكل، يعني عمرهم ساولوا مشاكل، واخا قبل ما يطلقوا قبل اليوتيوب ديما المشاكل. نهار حليت عيني وكنلقاهم في المشاكل. كان مشاكل بزاف قبل اليوتيوب. هذا الشيء قبل بابا ما تكون عنده في جيبو حتى 50 درهم. تخيلي انسان ما في جيبوش 50 درهم. كان كيدوز من هذا الشارع هذا وكان كيتسنى واحد الحانوت تما راه سميتو عرب، وكان كيبغي يمشي عنده ويطلب منه 100 درهم يسلفها. كان كيبغي يمشي يسلف من عنده 100 درهم وما كيقدرش يقولها له، ولا كتجحشو. هو حتى بابا كيرجع انسان مادام يمشي للحانوت ويبغي يسلف من عند مول الحانوت 100 درهم، راه وصلت به للعظم. هذه اول حاجه، الحمد لله. وثاني حاجه، قسما بالله الا في هاد الباب هادي بالضبط، هاد الباب هادي بالضبط، هاد الباب كنت انا جايه من دارنا ولقيت بابا جالس هنا وجلست حداه هكا، يعني جلسنا. المهم جلست حدا بابا وبقينا كنهضروا هكا في المشاكل في الحياه وداك الشيء. وكان بابا صافي عرفتوا تخيلوا داك واحد المرحله وصل لها خايبه بزاف، وكيقول لها بنتي انا ما عرفتش شنو ندير، واش نسمح فيكم ولا نهرب ونمشي
ولا قال لي انايا غير بيت واحد وكافيني، قال لي غير بوطه ومن طيب وكافيني، قال لي انا كنفكر فيكم بنتي كيفاش غادي توليو وشنو غادي يصرى فيكم. اقسم بالله العلي العظيم الا هكا انا بقيت في ديك القصه وبقيت في داك الشيء. ماما ما تبكيش، ماما كيقول لي انا كنفكر بنتي شنو ندير، واش نسمح فيكم ونهرب. هكا كيقول لي، قال لي انا نولي حمق في الشارع ما عنديش مشكل، ولكن انا صابر من اجل لكم نتوما. والحمد لله صبر 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 وربي ما خيبوش. الحمد لله على كل حال. انا كنفتخر ببابا، انا كنفتخر ببابا، كنفتخر به واحد الافتخار، لانه صبر صبر ايوب، صبر واحد الصبر اللي ما يصبر عليه حتى شي واحد. بابا كان كياكل العصا، هذه حقيقه مره اللي نقدروا نقولوها دابا. والحمد لله حتى انت صبرتي معاه، حتى انا صبرت معاه، حتى انا كنت كناكل العصا، كنا كناكلوا العصا بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف. تخيلوا راجل بحيته وياكل العصا من الطرف ديال الزوجه ديالو. هادشي وصابر على يتركهم، وصابر على يتركهم. في هاد الباب في المحل جلسنا انا وياه وقال لي بنتي كنفكر نهرب ونخليكم ونحمق في الشارع ما عنديش مشكل، ولكن كنفكر لكم نتوما. ودارت الايام، دارت الايام حتى بابا ولا عنده هاد المحل ديالو هو. انا كنشوف كيفاش الدنيا دواره، مادام قالوا الدنيا دواره فعلا الدنيا دواره. ما عرفتش انا شو كيعجز اللسان عن الكلام. تخيلي انتي واحد قبل واحد 4 سنين جيتي لهنا وكتفكري تخرجي الشارع وكتفكري تهربي وكتفكري تولي حمقى كاع، ولكن صبر من اجلنا والحمد لله ربي جازاه على الصبر ديالو. وديما كان كيقول لي بنتي انا مأكد ربي غيفدي لي هادشي هذا. صح، ديما كان كيقول لي انا مأكد ربي غيفدي لي هادشي، ما يمكنش ربي غينساه، ان الله يمهل ولا يهمل. الحمد لله دابا هاد النهار خرجنا براسنا مرفوع. هادشي تقولوا بمشاكل، تقدروا تقولوا بالشوهه، تقدروا، ولكن حنا ماشي اختارينا اننا نديروا الشوهه، تفرضت علينا. الاخرين اللي كانوا تيشوهونا والاخرين اللي حاولوا يحكمونا والاخرين اللي كيقول لك كيطلع كيقول لك القناه كنبغي كيقول لك نبغي كلشي يخرج من قناتهم، يلاه دابا نلقى لي زابوني نوصل عندهم، يلاه دابا. حاربونا حرب شديد، حرب شديد، حاربتونا وبقينا واقفين على رجل وحده، والحمد لله بقينا شادين في يدين بعضياتنا. هذه هي اهم حاجه، ما تفرقناش ومازال عاد بدينا ان شاء الله، عاد بدينا هذه غير البدايه. وهذا علاش حنا فرحانين بهاد الشويه. الا كنتم في نظركم غير شويه حنا فرحانين به، لان هاد الشويه وما كناش. انا فرحانه به علاش؟ لان قبل واحد 4 سنين جا بابا هنايا ومأزم ما عندوش 50 درهم ولا 20 درهم، ما عنده حتى درهم، ودابا ولا عنده محل ب 90 مليون في احسن موقع الحمد لله. ولكن الفضل كامل كيرجع بعد الله سبحانه وتعالى لبابا والصبر ديالو ولبنى وانا. حتى انا ساعدت بابا بزاف، حتى انا صبرت معاه بزاف، قناتي كانت ديالو. الا صبر راه عنده الحق، راه زعما عرف علاش صبر، زعما الحمد لله كافحت معاه ويستاهل. كانت شي حاجه دارها خوتي دارها ليا، هذا راه محالي، شي حاجه تباك ديالك اكيد ماشي عمي ولا خالي ولا ديالك، باك ان شاء الله. وراه في المثل كيقولوا مراشي ديال باك، مراشي ديال باك، يقول لك نوض داك البلاصه واش ديال باك، فهمتي؟ هادشي راه مفهوم، واش ديالك بالمعنى ديال باك، اي حاجه باك ديالك. والحمد لله كنبغي بابا، كنبغي بزاف، الله يسهل عليك، الله يوفقك. حتى انا ان شاء الله عاوتاني غادي نخدم على شي حاجه ديالي. بزاف النصائح كيجيوني، يسرا ديري شي حاجه يسرا، ولكن راه انا الحمد لله لبنى واقفه معايا وكتزيرني وشوف مزيره راسي، ولكن حتى لبنى كتزيد بقات الحق كان غير سيوفك. والله الحمد لله قالت لا ان شاء الله غادي يكون مستقبل زاهر عندها، ان شاء الله غادي نوقفوا حتى نديروا لها مستقبلها ان شاء الله وتكون في احسن الاحوال ان شاء الله. ان شاء الله تستاهل. شكرا. واي حاجه وصلنا لها راه كاملين حنا من بعد الله سبحانه وتعالى، لان هي لقاتنا واحد الوقت جات لقاتنا مهرسين
مهرسين، وهي الحمد لله حاولت تجمعنا واحد بواحد. والصبر اللي صبرت هاد المراه واخا مده قصيره 9 شهور راه ما يصبرها حتى واحد. شنو عانينا وما وراء الكاميرا ماشي حدا الكاميرا، شنو عانينا في الخفاء، شنو عانينا والفلوحم ديالها عاوتاني. عرفتي شي حوايج وقعوا في هاد 9 شهور هادي بزاف، والحمد لله في هاد 9 شهور هادي قدرنا نجمعوا مبلغ محترم. جينا هاد المحل وقدرنا لبنى هي حامله، وان شاء الله غادي تولد لنا شي بنيته ان شاء الله، نفعلوا عليها بشي بنيته. داكشي اللي خلق حنا فرحانين به ان شاء الله، ولا السلغالي ان شاء الله. انا بغينا غير كملت الصوره، بغينا كنا نفكك على تحكي على خير وكملت العقل. لبنى اليسرى اليسرى. انا دابا نهضر في واحد النقطه عاوتاني، كنحس براسي عندي شي حاجه ديالنا. شحال هادي واخا تكون دار واخا تكون طوموبيل ما كنحسش بها ديالنا، ما عرفتش علاش، ما عرفتش سبحان الله. لان كتبقاي تسمعي هاد الرجل انا غنقطع عليكم الويفي، هاد الرجل انا غندير، هاد الرجل انا غندير، كتعيشي فواحد الرعب على الويفي. 4000 ريال في الشهر، 200 درهم، نبقى نسمع عليها الهضره ما يستاهلش كاع. ماشي شي حاجه اللي تستاهل 4000 ريال، راه اويلي كنخسروها غير في قهوه 4000 ريال. نبقى نسمع عليها هاد الرجل انا غنقطع داك الويفي، انا غندير، انا غنصنع، وتحيد التليفون، وتحيد التليفون. هاد الرجل كتحيد هضره بزاف كتحسن. ايوا من احسن ما اللي عانيناها كاملين راها صعيبه بزاف، والحمد لله ربي جازانا. الحمد لله، اللهم بفضل الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم بزاف بزاف. عاودت لكم هاد ليستواغ لان فعلا كانت مأثره فيا، وكنت كنقول نهار اللي غنشري بابا وياخذ الثالث غادي ندير هاد الفيديو. كنت كنتسنى هاد الفيديو بفارغ الصبر فوقاش نديرو، والحمد لله خرجت داكشي اللي في قلبي. نتمنى تفهموني، غادي يكون شي حاجه عاديه، ولكن بالنسبه ليا كتعني بزاف ديال الحوايج. واش حبس بالهضره؟ لا لبنى كلمه اخيره. الصراحه انا تاثرت ودخلت بكيت صراحه، حيت ديما كتعاود لي كتقول لي داك المحل كنت كندوز من حداه وانا ما عندي حتى حاجه، ولكن من عاودتها يسرى حسيت بها كنبقى باش عاودتها. حسيت بداك المعاناه اللي عانتها حتى هي، ولكن كنقول واحد الحاجه، واش سالينا من المعاناه؟ مازال ما ساليناش، مازال تبدل النوع المعاناه. كنعانيو الدوبل دابا عاوتاني داك الشكل ومعاناه اخرى، ولكن ربي كبير ما يمكنش هاد الظلم اللي محطوط علينا غادي يستمر. انا حاليا شنو كندعي؟ ما يمكنش كندعي ان تبان براءة بابا، لانه فعلا بريء، لانه فعلا بريء، فعلا بريء. والحمد لله. شتي اون فوا كتوقفي بعدا حدا القاضي وغتقولي غير الصراحه ما غتكفيش، وربي كيسخر لك داكشي اللي كتقولي. وشتي ملي داروا لنا مواجهه بان شكون كاذب وشكون الظالم وشكون المظلوم، باين وضوح الشمس، شي واضح، وراه واضح حتى عند الناس اللي بعقلها. اما الناس اللي ناقصه شويه عقل كتفهم غير اللي بغات، والناس اللي كتكرهك وحاسدك اصلا خصها كاع علاش تهضر. هضروا، خليكم كتنبحوا بحال الكلاب، هذا المعنى هذا ما غنديوه حتى شي واحد. حنا الحمد لله كملنا طريقنا، الحمد لله. انا ثقتنا في الله كبيره وفي القضاء ديالنا. الحمد لله. الناس كيتسناونا فوقاش ندابزو، كيتسناونا بفارغ الصبر فوقاش ندابزو. الحمد لله عمرنا غادي ندابزو وما كندابزوش. واخا يوقع سوء تفاهم، واخا كيوقع سوء تفاهم كنبقاو عادي مسكين بعضياتنا وكنهضروا عادي. وضروري راه المسار ما كيكرش وكيدابزو، ولا ما كيدابزوش المشكل. كيوقع بعض المرات سوء تفاهم ولا شي حاجه ولكن خفيفه، ما كنحاولوش نغرقوا ولا. وهادشي اللي كاين البنات، وطولت عليكم بزاف في الفيديو بلا هضره. دابا غادي نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش تدخلوا عند الاخت ديالنا كاملين، نزهه بامريكا، مغربيه بامريكا، نزهه ان ايزا. فريمون شي حاجه اللي زوينه بزاف، تبارك الله عليها، وتحيه ليها من هذا المنبر. قدمي شي تحيه لنزهه. تحياتي لك نزهه، مغربيه في امريكا. الله يوفقك عندها، الله يوفقك، الله يوفقك، الله يوفقها ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله يا رب. يلا البنات، السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو ان شاء الله.